بعد الهدف الثالث الآن نهاية المباراة، يعني لاحظنا أن باريس كما قال المذيع على أن إذا أردت أن تعاقب أي فريق اعطيه باريس سان جيرمان هذا الموسم. باريس سان جيرمان خطير جدا، يعني كيف الشوط الأول كان يقدر يخرج 5-0. ريال مدريد لم نراها، لا توجد يعني أي شيء اسمه ريال مدريد في هذه المباراة. باريس سان جيرمان فريق كبير، فريق خطير جدا، يستحق. بالنسبة لي أعطيه البطولة من الآن، أعطيه المباراة، ماشي ضروري أنه يوصل نهائي ولا كذا، أعطيه المباراة من الآن. يعني باريس سان جيرمان تأكد من قوته عندما لعب مع في نهائي تشامبيونز ليج ضد الانتر واعطاهم 5-0. تخيل فريق يضرب الانتر ب5-0 رغم ان الانتر كانت لديها اقوى دفاع في الموسم. تخيل معي فقط، ضربت بايرن ميونخ بدون لاعبين في الدفاع، خاسرين لاعبين بالحمراء وضربتهم. ضربت ريال مدريد الآن 3-0 وكانت قادرة أن تضربهم 5-0 6-0. باريس سان جيرمان خطير، والعجيب في الأمر أسلوب لعبهم عجيب غريب جدا. تجبر لاعب في الدفاع حكيمي نيفيس، في الوسط في الهجوم حكيمي يسجل لك تعطيك اسيست عادي جدا. الدفاع ما فيه الله أعلم. عندما تكون مرتدة لريال مدريد تجد لاعبي باريس سان جيرمان كلهم في الدفاع. كيف فعلوا؟ لا الله أعلم، هل هناك سحر، هل يطيرون مش نشطات، الله أعلم. المهم باريس سان جيرمان خطير.